في ناس كتير نفسها تبدأ شغل أونلاين ومتخيلين إن العمل على موقع أبورك معقد ومحتاج خبرة سنين. والحقيقة إن البداية مش بالصعوبة دي، وممكن أي حد يبدأ حتى لو لسه ما عندوش خبرة كبيرة. خليني أقولك ليه تختار أبورك من بين كل المواقع. العمل على موقع أبورك مش مجرد شغل عادي، ده باب مفتوح لعالم كبير من الفرص. الموقع بيجمع ملايين الكلاينت من كل أنحاء العالم، وكل يوم بيتنشر آلاف المشاريع في مجالات مختلفة، سواء بتحب تكتب أو تصمم أو تبرمج أو حتى تعمل خدمات بسيطة زي إدخال بيانات، هتلاقي مكانك هناك. كمان موقع أبورك للعمل الحر بيخليك تشتغل وانت قاعد في بيتك من غير ما تضطر تسافر أو تلتزم بمواعيد مكتب. يلا نعرف كيفية التسجيل في موقع أبورك. التسجيل سهل جدا بس محتاج تركيز. تدخل على موقع أبورك عربي أو النسخة الإنجليزية وتكتب اسمك وبريدك وتختار كلمة سر قوية. بعد كده تختار التخصص اللي نفسك تبدأ فيه. حتى لو لسه مش محترف، اختار المجال اللي بتحبه أو عندك فيه شوية معرفة. البروفايل بتاعك هو بطاقة التعريف. حاول تخليه شكله مرتب، واكتب عن نفسك بطريقة بسيطة، وحط صورة واضحة. وهقولك إزاي تعرض نفسك من غير خبرة. وهنا بقى النقطة اللي بتخوف ناس كتير: إزاي أبدأ من غير خبرة؟ اعمل عينات صغيرة من شغلك. لو بتحب الكتابة، اكتب مقالات تجريبية في مجالات مختلفة وحطها في البروفايل. لو بتصمم، اعمل لوجوهات أو بوستات وحطها كأمثلة. الكلاينت مش دايما بيدور على الخبرة، ساعات بيدور على حد عنده حماس ومستعد يتعلم. وخد النصايح اللي هتخلي بدايتك أسهل. ما تستناش إن أول مشروع يكون كبير، اقبل حاجات صغيرة عشان تبني تقييمات. خلي ردودك على المشاريع قصيرة وواضحة، ما تكتبش كلام كتير من غير معنى. اتعلم من كل مشروع، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتكبر جوه المنصة. حاول تتابع كورسات بسيطة أونلاين عشان تزود مهاراتك وتخلي البروفايل بتاعك أقوى. خليني أحكي لك عن واحد بدأ على أبورك من غير خبرة. كان بيحب يكتب مقالات بس عمره ما اشتغل في المجال، وأعمل حساب وكتب عن نفسه إنه بيحب الكتابة وبيتعلم بسرعة. وأول مشروع أخده كان مقال صغير ب$5، واشتغل عليه بإخلاص، والعميل كتب له تقييم ممتاز. ومن هنا بدأ ياخد مشاريع أكبر، وبعد شهور قليلة بقى عنده دخل ثابت من الموقع. وأسرار النجاح على موقع أبورك هي الصبر. البداية مش هتكون سريعة، ممكن تقعد أسابيع قبل ما تاخد أول مشروع. والتنظيم، اعمل جدول يومي تتابع فيه المشاريع الجديدة وتقدم عليها. والتطوير، كل فترة زود مهاراتك بكورس أو تدريب جديد عشان تخلي البروفايل بتاعك أقوى. طبق الخطوات دي يومياً وهتدعيلي. كل يوم افتح الموقع وشوف المشاريع الجديدة. قدم على الأقل على كام مشروع صغير. راجع بروفايلك وحاول تحسنه باستمرار. اتعلم حاجة جديدة تضيفها لمهاراتك. ودلوقتي فقرة الأسئلة الشائعة. أول سؤال: أبورك بالعربي ولا بالإنجليزي؟ ناس كتير بتسأل لو ينفع تشتغل على أبورك بالعربي. الحقيقة إن أغلب الكلاينت بيكلموا إنجليزي، بس ده مش معناه إنك لازم تكون برو. أي حد عنده أساسيات يقدر يبدأ ويتطور مع الوقت. وفي كمان مشاريع بالعربي، خصوصاً في الكتابة أو الترجمة. بس لو عايز توسع فرصك، الإنجليزي هيفتح لك أبواب أكبر. ثاني سؤال: هل ممكن أشتغل وأنا قاعد في مصر أو أي بلد عربي؟ في شاب من القاهرة بدأ وهو قاعد في بيته في مدينة 6 أكتوبر، وكان بيشتغل على مشاريع إدخال بيانات صغيرة، ومع الوقت بقى عنده دخل ثابت. الموقع عالمي ومش مرتبط بمكان، أي حد عنده إنترنت يقدر يبدأ. رابع سؤال: إزاي أجيب أول عميل؟ واحدة من المتابعين كانت بتقول إنها قدمت على عشرات المشاريع ومحدش رد، ونصحتها تكتب عروض قصيرة وواضحة وتبين إنها متحمسة. وبعد أسبوع لقت أول عميل، وكان مشروع صغير جدا بس فتح لها الباب. السر هنا إنك ما تيأسش وتفضل تقدم. خامس سؤال: هل الأرباح كويسة؟ في البداية ممكن تكون بسيطة، ممكن تبدأ بمشاريع صغيرة ب$5 و10، لكن مع الوقت والتقييمات الجيدة هتاخد مشاريع بمئات الدولارات. يعني الأرباح بتزيد مع الخبرة والتقييمات. هل في ضمان إن الكلاينت يدفع؟ في ناس بتخاف من النقطة دي، بس الحقيقة إن الموقع بيأمن الدفع من خلال نظام العقود والإسكرو.
يعني فلوسك محفوظة طول ما بتشتغل صح. الخلاصة، البداية على Upwork مش محتاجة معجزات، محتاجة إنك تكون صبور ومنظم وتعرف إزاي تعرض نفسك. ومع الوقت هتلاقي إنك مش بس بدأت، لكن كمان بقيت عندك خبرة وشغل ثابت. والعمل على موقع Upwork هو فرصة حقيقية لأي حد عايز يغير حياته ويبدأ شغل حر من البيت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. إلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.